الزول البنات، الزول الفلاوين الغاليات ويا الفحلات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم حبيت نشارك معكم يومياتي في دار جديدة، سكنات عدل. الفيديو متنوع، فيه الرغاوي والنشاط في الكوزينة، وفيه الهمة والشان مع اللبسة تاع العرس، وختمتها يا البنات مع واحد البيتزا كاري تقتل بالبنة. ابقوا معايا للاخر باش تشوفوا معايا كامل واش حضرت. ونقولكم اللي لحقتوا لهنا ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناه اللي ماهيش مشتركه باش يلحقوكم كامل يوميات قبائليه. ديروا جيم الفيديو البنات باش الفيديو يقترحوا اليوتيوب. بديت نهاري بالكوزينه، هي القلب تاع الدار وهي البلاصه اللي نجوزوا فيها نص نهارنا. قلت والله يا هاد البوطاجي اليوم قبل العصر غير نردك تبرق وتولول. تعرفوا البنات، دار جديدة تسكنت العدل صح تفرح، بصح النظافة فيها لازم تكون يومية باش نحافظوا على هذا الرزق اللي عطاه لنا ربي. كيما راكم تشوفوا هنا خياتي، هنا كنت درت شويه الماء امان، حنا نقولوا قبيليه الماء هو امان. درت شويه تاع الايزيس، شويه تاع لو جافيل، ورغونت الحاله مليح مليح البنات، وراني نحك هكا في البوطاجي كيما راكم تشوفوا. وراني ندير في ديك الرغوه، الله الله. شوفوا هذيك الرغوه البنات كيفاش تفتح النفس. اسكو نتوما كيما انا ولا لا؟ كي نشوف هكا ريحه لو جافيل، ريحه النقا تشميها، والله غير صدقوني واحد الراحه النفسيه اللي تجي في قلبك. هذاك هو البليزير تاعك تشوف دارك نقيه. هكذا يا البنات كملت الكوزينه وفحفحت البوطاجي والحمد لله. وفيديو جاي ان شاء الله اذا ربي قدرني نزيد نشارك الكولوار كيفاش كملته. بصح اليوم حبيبات قلبي حبيت نخلي القهوه تاع العرس والهمه والشان اللي راهم يستناو فيا. ابقاو معايا باش تشوفوا واش يلبس وكيفاش جاز العرس. واللي راهي تعبانه ولا راهي عزه، نوضي ديري كاس قهوه تبعينك ركر. والله غير الفيديو تاعي راح يعطيك طاقة إيجابية باش تردي دارك تشعل. ومن بعد هنايا حبيت يعني نجوز حاشاكم من الشاف، يعني مسحه خفيفه برك. ديجا الكوزينه تاعي راهي مقيقيه كامل. درت الماء، درت شويه فيها صانيبون يعني، ونجوز فيها كامل هكا كيما راكم تشوفوا. يعني الكوزينه تاعي كيما قلت لكم راهي مقيقيه ما تسحقش نحكها كامل. دوك هنايا كيما راكم تشوفوا خياتي، نعاود نرد الطابله بسكوت نيتها باش نقدر نمسح، نردها كامل لبلاصتها. شوفوا البنات يعني هذا على هذا المنبر هدايا من جميع وحده مازال يعني ما طوهاش لا ديال ولا السوسيال ولا بارتيسيباتيف ولا اي، يعني دارت اي دوسي. ربي يعطي كل وحده ان شاء الله يا ربي العزيز. قولوا امين، قولوا امين ان شاء الله يا ربي كي اليوم. شوفوا البنات ما تقلقوش ما تخموش، والله صدقوني على بالي اني حاسه بكل وحده. يعني راهي كاريه، راني حاسه بكل وحده كيما قلت لكم في الفيديو اللي فات. واش ما عندها الكرا، واش ما عندها ما تكونش عندك دارك واعره بزاف. بصح خلي كلش على ربي سبحانه، والله العظيم ما يخليك. الصبر اللي يصبر ينال. باسكو من جميع واحد يخمم مع داك النهار كي يجيك الدار تلقاي روحك كي مريضه، يقابلك كل مرض، يقابلك هكذا. خلي كلش على ربي سبحانه، وان شاء الله باذن الله باذن الله ان شاء الله يا ربي العزيز يفتح على كل وحده ان شاء الله يا ربي العزيز. اللهم امين ان شاء الله. قولوا امين البنات، قولوا امين. كيما راكم تشوفوا هنا خياتي، هنا كنت كملت كامل الكوزينه. قلت لكم انا قبل ما نروح العرس ماذا بيا نخلي داري انقيه. بعد هذيك الرغوه والتعب كيما شفتوا معايا، جا وقت الهمه والشان. جدات دوكا انا ثنيتك راح ندوش خياتي كيما راكم تشوفوا هنا بجال دوش، وكنت شويه ريحه ريحه نتاع روحي شويه وشامبوان اللي كتشوفوه هنا معايا. وجدت الكادو دوك تشوفوه هنا معايا تاع العرس، وروبا تاع القبايل. هاد الروبا بزاف بزاف شابه كتشوفوها هكا، بصح في لبستها تجي بزاف بزاف هايله. يعني انا نشريتها وما ندمتش عليها، يعني كي تتلبس لي تبان اكثر واكثر. فوالا هذا هو الكادو اللي حنديه معايا. هنا كنت مازال ما غلفتوش بابي كادو باش تشوفوه هنا معايا، ومن بعد نعاود نغلقوا فوالا بيان سور، ونعاود نغلفوا بابي كادو ان شاء الله. وربي يدوم الافراح ويقدرنا على الواجب ان شاء الله يا ربي العزيز.
لا 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 سمعت انا طبيعي الشباب عندك خليتكم مع الأجواء باش تشوفوا كيفاش جوزت العرس. شوفوا يا البنات العرس شحال كان بالطبع والشان. لما كانت هايله. وكيما شفتوا معايا كنت صورت معكم يعني مقتطفات تاع العشاء كيف واش كلينا يعني في العشاء. كيما شفتوا داروا الشوربه، كنت صورت معكم تاني متوم، داروا السفه، اللحم الحلو. يعني كنت صورت معكم يعني غير شويه ماشي كلش. الماء كانت بزاف بزاف بنينه، ومام الكاطو جا بزاف بنين ما شاء الله. وعلى امانه خياتي يعني مقروط اللوز والبقلاوه يعني كان طيبتها يعني بنت عمتي وجات بزاف بزاف بنينه. هاد الحلوه كامل درتها باللوز. المهم خياتي جوزنا وقت ينحي على الخاطر، وربي يفرج على كان مؤمنين ان شاء الله يا ربي، قولوا امين. غدا من داك هنا خياتي حبيت نشارك معكم بيتزا كاري. البنات غير جربوا هاد البيتزا، تجي بزاف بزاف هايله خفيفه ريشه. هنايا درت كاس وربع تاع الماء يكون دافي مع 2 ملاعق تاع سميد يكون رقيق، ونضيف لها ملعقه كبيره تاع خميره تاع الخبز مع ملعقه كبيره ديال السكر. عندي هنايا 4 كاس ديال الزيت. هي من الافضل خياتي ولا عندكم في الدار زيت الزيتون زيت الزمور، يعني المهم بيتزا تاعكم تجيكم صحيه اكثر واكثر. المهم هنا البنات بعد نحكم الفوين خلطهم تخيط خبيه المقادير. واللي ما عندهاش دقيق رقيق كما درت انايا، عندك في الدار دقيق متوسط تقدر ديريه عادي وش اللي هي. يعني هذا الخليط تاعك بعد ما تخلطيه مليح مليح بالفوي، تعاودي تحكميه تميكسيه بالبغا ميكسور ولا بالاشوار. لازم ديري هذه الخطوه هذه يعني باش البيتزا تاعك تجيك مليحه. المهم هنا البنات بعد نفوتوا الفارينه. حاجه الاولى ندير كاس الاول ديال الفارينه. شوفوا انا حطيت لكم هنايا مقادير مضبوطه باش البيتزا تاعكم تجيكم بنينه وخفيفه. تبعوا بك من الاول للاخر. الحاجه الاولى درت كاس الاول ديال الفارينه مع مغرفه صغيره ديال الملح، ونزيد نضيف الكاس الثاني. هاد يعني العجينه تاع البيتزا تاعكم يعني ديروها تمتم ما تشدش معكم كامل الوقت، ما تعجنوش يعني لموها برك هذا مكان وحطوها اكود. تشوفوا هنا البنات يعني بالنسبه للكاس الثالث حندي منه برك نص كاس ديال فارينه، يعني ما نديروش كامل. نقول لكم نعاودكم خياتي يعني هاد المقادير تاعكم مضبوطه، ديروا سوا كما درت انايا تجيكم واحد البيتزا تجيكم تشهي. فوالا هنا كما راكم تشوفوا هنا نضيف الكاس الثالث، قلت لكم نحي منه نص كاس ديال الفارينه. فوالا. وهنا العجينه تاعكم ما تعجنوهاش خياتي، لموها برك في يديكم وليه وانتم درتوها ما تشدش معكم كامل الوقت. فوالا كما راكم تشوفوا هنا درت معايا غير نص كاس ديال الفارينه. ومن بعد من جهه اخرى نحكم ندير شويه محاوري بغرفه كبيره ديال الزيت، نديرها في يدي ندهن يدي بالزيت، ونحكم ان العجينه تاعي ندهنها كامل هكا بالزيت كما راكم تشوفوا باش كي تخمر معايا ما تلصقليش لداخل البلاطو ديالي. شوفوا هاد المقادير البنات تدي لكم زوج يعني دو بلاطو تاع البيتزا. فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا. ومن بعد نخليها في بجيه نخليها تخمر لي تخي بيان. ومن بعد من جهه اخرى هنا البنات باش نديروا لاصوص. شوفوا هنا كانت عندي ديجا هنايا كما راكم تشوفوا هنا كان عندي الطوماطيش كنت كونجليتها. وهنا تسحقوا هنايا 3 حبات ديال الطوماطيش تاع حب. ومن بعد نزيد نسحق هنايا حوالي 2 سنات تاع الثوم حتى 3 سنات تاع الثوم. شوفوا هنا خياتي حنديرها هنايا بالبصل والثوم. انا ما نداري نديرها غير بالثوم ما بالبصل والثوم تجيكم يعني نفس يعني كيف يعني تجيكم سوا يعني في الذوق ديالها. وفوالا انا هنايا من بعد نحكم حبه صغيره ديال البصل نقطعها مليح، ونحكم الاشوار تاعي ونخلطهم كامل هكا يعني نضغط عليها ونحي يدي نضغط عليها حتى ونحي يدي. شوفوا البنات هذه المرحله جات انا في الاشوار علاه. ولا تحكموا كامل هذه المقادير تاعكم وتحطوهم يعني قبل ما ديروهم في الميكسور تقليوهم في المقله تاعكم، راهي تجي لكم يعني لاصوص تاعكم تجيكم اورانج ما تجيكمش حمراء. بصح بهكا كيما درتها انايا تجيكم صوص تاع البيتزا تاعكم تجيكم حميمه وتجي بزاف بزاف هايله وبنينه ما نحكيش عليها. فوالا هنا ما عادش ندير نحكم يعني اي حاجه قدره ولا كيما درت هكا كاسرونه تكون غامقه. ندير لي زيت بالسوعي ولا هي في الاحمر في الكحل، طماطم مصبره ولا طماطم تاع الباطا حوالي مغرفه صغيره معمره مليح طماطم تاع الباطا وشويه تاع الملح ونخلطهم مليح مليح ونحطها على النار طيب لي. هنا البنات خذوا حذركم غطوا عليها باسكو من بعد تبقبق الطير. وما تضيفولهاش الماء البنات بالكم برك تضيفوا لها الماء. وفوالا هنا البنات كيما راكم تشوفوا ومن بعد نحكم البلاطو تاعي. هنا كنت دهنته. شوفوا الدهنو ماشي بالزيت
باسكو لا تدهنوا بالزيت راكم ديروا يعني العجينه تاعكم نتوما ت... يعني تضغطوا عليها هي تروح وتولي يعني ما تخليكمش كامل الطاع. المهم دوك نتوما واش ديروا هكذا دهنوها بالمارغرين ولا دهنوها بالسمنه، يعني تكون حاجه تكون ناشفه ماشي كيما الزيت تعييكم. المهم هنا بعد ما حليتها كامل هكا في البلاطو تاعي نحكم الصوص تاعي. شوفوا كي جاتني البنات، قلت لكم تجي حميمه بهذه الطريقه اللي قلت لكم عليها. يعني ديروا كامل المقادير تاعكم وتحطوهم في الاشوار، ومن بعد تحطوها في الكاسرونه ولا في كاش اي حاجه تكون غامقه وتدخلوها تاني تطيب لكم، تجيكم لاصوص تاعكم طوماط تجيكم حميمه وتجي تشهي. ومن بعد نحط حبيبه تاع الزيتون تاعي، وانتوما يعني ديروها واش حبيتو من الفوق. يعني بيتزا كاري معروفه يعني فيهاش تاع بكري كيما نعرفوا، فيها شويه تاع الزيتون في الحار، يعني كيما حبيتو خياتي نتوما حبيتو ما تزيدوا لها الطون ولا شويه بولي اشي قلت لكم يرجع لكم، يرجع الاختيار لكم انتوما. المهم انا درتها سامبل البنات، ما درت حتى اضافه. انا كنت حابه ندير في الحار عبات لي كاين في الدار وما كاش. المهم قلت الحبيبه تاع الزيتون هكا كيما راكم تشوفوا وشي تاع فخوماج، ودرت لها حنا كما تشوفوا شويه معدنوس من فوق، ونخليها شويه تريح لي. ندخلها الفرن تاعي على اعلى درجه، نديرها 180 درجه حتى 200 درجه كيما راكم تشوفوا هنايا. بعد ما شفتها طابت لي كامل من تحت، بديت تحمر لي الجوانب، عاود شعلتها من الفوق حمار يعني حماروا لي كامل الجوانب وطفيت عليها. المهم هنا البنات كيما راكم تشوفوا بعد ما خرجتها من الفرن حكمت زيت الزيتون ولا زيت الزمور درتها يعني درتها كامل هكا من الفوق كيما راكم تشوفوا. ودوك راني قطع فيها بهذا الشكل على شكل كاري كيما نعرفوا بيتزا كاري. صدقوني البنات جربوا هاد البيتزا هذه تجي من اروع ما يكون، تجي بزاف هايله خفيفه وبنينه بنت الزمان تجي بزاف هايله. وكما شفتوا معايا مشيت معكم كامل الوقت، قدرتكم ديروا شغلكم تحطوها وتديروا شغلكم وميم طون راكو درتو الفطور تاعكم والى العشاء. وعلى بالي كامل يحبوها، اولادنا يحبوها كامل دراري صغار. المهم هذه هي بالنسبه يعني غدا من كيما شفتوا قلت لكم درت لهم بيتزا كاري. ان شاء الله كامل جربوا الوصفه تاعنا اليوم وتقولوا لي رايكم فيها. لحقنا للنهاية يا الفحلات، ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. ما تنساوش تشجعوني بلايك واشتراك في القناة باش تكبر عائلتنا يوميات قبائلية. تهلاو في روحتكم، سلام.